اسمي كيت، وده أول يوم ليا في المدرسة الخاصة. واو يا بنات، عندنا واحدة جديدة. ها، بصوا كده، قديمة. ايه الخردة ده؟ سرقتي من متحف ولا ايه؟ يا حرام، أكيد مش بيلقط واي فاي حتى. سيلينا فكري قبل ما ترغي، لو عرفت مدرستنا فيها واي فاي مجاني هتنقل تعيش هنا. ما عندكيش حاجة أحسن تعمليها يا سابرينا؟ مش مهم يا نيت، أنا كنت بس عايزة أساعد البنت الجديدة تستقر. ما تسمعيش كلامهم، هما بس بيحبوا يكونوا محور الاهتمام. ده لطيف قوي. طيب يلا بينا يا بنات، عندنا حاجات أهم نعملها من إننا ناخد بالنا من أطفال. عندي لكم مفاجأة صغيرة، ده امتحان. هو ممكن ده يبقى هزار؟ إيه؟ هي ما قالتش حاجة عن أي امتحان. أنا متأكدة إن أهاليكم هيضحكوا على الدرجات دي. مش فاهم أي حاجة من ده. هاي كيت، ممكن تساعديني؟ قربت أخلص. حاولي ما توقعهوش تاني. شكراً. هو بيكتب إيه؟ طيب أنا صححت الامتحان وفي كتير فاجئوني. سام ممتاز كالعادة. كيت جابت واحدة من أحسن الدرجات، مبروك. نيت، أنا سعيدة بمفاجأتك، أنت جبت نفس الدرجة. إيه؟ أنا؟ أيوة يا نيت، مبروك، أنت فعلا اتحسنت. في حاجة مش طبيعية في الموضوع ده. كيت مش كده؟ أيوة. أنا سام. بقولك مبروك على درجة امتحان النهاردة. شكرا، أنا بس كنت محظوظة. محظوظة؟ لا، انتي ذكية. المهم، تحبي نعمل الواجب سوا في أي وقت؟ أو نخرج؟ طبعا. هايل، هشوفك بعدين. هاي سابرينا، مالك؟ محتاجين نتكلم. عملت إيه في الامتحان؟ انتي عارفة، إلهام، إحساس. إحساس ولا كيت؟ مش فاهم قصدك. طبعا، أنت يا دوب عارف الحروف الأبجدية وفجأة بقيت عبقري. قول الحقيقة. أنا بس كنت محظوظ. اعترف، وإلا ده هينزل في تشات جروب المدرسة. لا، انتي عارفة إنهم عمرهم ما هينسولي ده. يبقى اتكلم. طيب ماشي، كيت ساعدتني، ادتني الإجابات، بس ما تقوليش لحد، ماشي؟ هي لطيفة قوي. كيت، ها؟ طيب أعتقد إن عندي فكرة. أهلاً يا عبقرية، أهلاً. محتاجة منك خدمة صغيرة. إيه هي؟ اعملي الواجب بتاعي. إيه؟ لا، أنا عندي واجب كفاية. أعتقد إن ده معناه إن هضطر أقول للمدرسة إنك ساعدتي نيت في امتحانه. إيه؟ أنتي عارفة إن ده ضد القوانين، غش، تزوير. المدرسين مش بيحبوا ده. عارفة إيه اللي بيحصل للطلبة اللي بيخالفوا قواعد؟ بيطردوا. ده مش عادل. أنا بس كنت عايزة أساعد. طيب أنتي لطيفة قوي، بس المشكلة إن محدش فارق معاه أنتي عملتي كده ليه. المهم إنك غشيتي. أعتقد ما عنديش اختيار، صح؟ كنت عارفة إنك هتعملي الصح. أشوفك بكرة يا عبقرية.
سام بيتصل. فاضل قد إيه واجب أعمله؟ آسفة، أنا مشغولة. انت كويسة؟ يا ترى تحبي تخرجي شوية؟ آسفة، عندي واجب كتير قوي النهاردة. نتقابل بكرة. هي يا عبقرية، الواجب خلص؟ مش وحش. إيه؟ أنا مش هستغل عبقرية المدرسة الجديدة ببلاش. لو سمعتي كلامي قريب هتقدري تشتري مش بس موبايل جديد، لأ، وشنطة براند. أنا مش فاهمة أي حاجة من المعادلات دي. يلا يا بيبي، أنا واثقة فيكي. سمعت إنك العبقرية، محتاجة مساعدة في واجب الأحياء بتاعي حالاً. هدفع ضعف اللي بتدفعه. هي ده مش عادل. تقصدي بإيه ده مش عادل؟ ميعاد تسليمه النهاردة. وأنا كمان بتاعي تسليمه النهاردة. أنتي بتكتبي، مين قال كده؟ خلصت. شكراً حبيبتي، أنتي الأفضل. يلا بينا، لسه عندنا وقت نغير هدومنا عشان الحفلة. هي يا بنات. إيه؟ بدلوا النوت بوكس. كنا هنعمل إيه من غيري؟ أنا عمري ما اشتغلت، بس أنا محتاجة أجازة. واو، أنا كسبت المبلغ ده كله؟ أنا ممكن أشتري خزنة. في الواقع عندي فكرة أحسن. What? Wow. Wow. واو، مين كان يصدق؟ كيت، شكلك هايل. أخيراً لابسة هدوم طبيعية؟ أوه، آيفون جديد. ماشي يا ديفا. كيت، ممكن أتكلم معاكي ثانية؟ في حاجة مهمة. سام، أنت بتتكلم جد؟ فاكر كيت هتضيع وقتها وتتكلم معاك؟ انسي، انتي مش محتاجة واحد فاشل زيه. هدوء، عندي ليكم مفاجأة. امتحان مفاجئ على المواد اللي بنذاكرها. بجد؟ كل واحد هياخد امتحان لوحده. ممنوع الغش، ممنوع الموبايلات، ممنوع المساعدة. بس معلوماتكم، طول الوقت ده كنت بعمل واجب الكل، مشاريع العلوم، مقالات، بس ما ذاكرتش أي حاجة من المواضيع الجديدة اللي كنا بندرسها. ما أعرفش الامتحان ده هيكون عن إيه، وده معناه أنا مش مستعدة. خلاص كده، أنا انتهيت. لو أهلي عرفوا إن أنا سقطت في امتحان هيقتلوني، وكل ده بسببك أنتي. إيه؟ أنا؟ كان المفروض تساعدينا يا عبقرية، وبدل كده كلنا سقطنا. أنا كمان سقطت، مش مهم، إحنا كنا معتمدين عليكي. بس أنا كنت فاكرة إن إحنا صحاب. إزاي أنا أكون صاحبة واحدة زيك؟
ده يضحك قوي، ده يضحك قوي. أنا بصاحب بس الناس اللي عندهم حاجة يقدموها لي، وانتي ملكيش أي لازمة. دي آخر فرصة ليا. سام، شكرا إنك هتساعدني في المذاكرة لإعادة الامتحان. طيب انا مش بعمل ده ببلاش. طيب عايز كام؟ انتي مديونة لي بخروجة. ده سعر كويس قوي. طيب يا عبقرية، يلا نتأكد انك ما تسقطيش تاني.